نص ساعة بس رح نجهز أطيب وأشهى دجاج بالكريمة مع إضافة مميزة رح تنقل الطعم لمكان تاني. بس بدي منكن تتفاعلوا أكتر على المنشورات وتعالوا شوفوا الطريقة. أول شي رح تبل الدجاج بملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، زنجبيل، كركم وقرفة وقرنفل، معلقة صغيرة من الثوم وبصلة مبشورة ومعلقتين 3 من زيت الزيتون وعصير نص ليمونة، وبقلبهم مع بعض كتير منيح. ممكن تنقعوهم بالتتبيلة وممكن تبلشوا شغل فيهم دغري مثل ما عملت. مقلاية على النار، مكعب زبدة، معلقتين من زيت الزيتون، انطروا عليها لتسخن. أنا دغري حطيت الدجاج وبس ياخدوا لون من الوش الأول بقلبهم على الوش الثاني وبقلبهم مرتين 3 ليستوي معي الدجاج تماما. بعدين بقيموا على جنب، وبنفس المقلاية حطيت مكعب زبدة ومعلقة كبيرة من الطحين حمصتهم. بعدين نزلت عليهم كاسة مي، ممكن تضيفوا لهم مرقة دجاج أو مرقة لحمة، والإضافة المميزة معلقة من الشبت. بعدين ضفت كاسة من الكريمة وقلبتهم وزبطت الملح. لتاخد الكريمة لون حلو بتضيفوا شوية كركم، ويا سلام إذا توفر زعفران تنقعوه بتحطوه فوق الكريمة، وفلفلة جنبهم، رز ملون. وإن شاء الله رح نزلكم طريقته بفيديو تاني لأنه طلع بشهي القلب. بعدين صفيت الدجاج بهالطريقة، وآخر شي حطيت الكريمة. بسم الله ما شاء الله، لا تقولوا لي الشكل بيفتح النفس. وممكن تقدموها بطريقة تانية شغل مطاعم، بتحطوا الرز بزبدية وبتقلبوه، بتصفوا هالدجاج وعليه الكريمة. يا سلام، كتير كتير طيبة. جربوها، وإذا حبيتوا الفيديو شاركوه، لا تنسوا اللايك.